ازيكم عاملين ايه؟ بتقابلني كده مشكلة في الدايت ان انا لما بقول لحد على نظام معين او اكلات معينة وكميات معينة. هي في الحقيقة مشكلة بتقابلني وبتقابلكوا يعني. بعد فترة بعد فترة بقى من الزهق او حاسس ان في قوانين ماشي عليها، يبتدي كده يفكر، يقارن بقى بينه وبين الغير. طب انا ليه غيري بياكل اكتر مني وما بيتخنش؟ اشمعنى انا بتخن؟ اشمعنى انا معرضة ان يجيلي سكر وغيري لا، او جالي سكر وغيري لا، مع ان انا ممكن اكون باكل احسن منه وكميات اقل، والكواليتي او الجودة بتاعة الاكل احسن منه. نبتدي كده نخلق لنفسنا ان يخلق مبررات او يحس ان هو مظلوم. اشمعنى انا مختلف عن غيري؟ اشمعنى انا حتى انا مثلا في ناس بتقولي انا خارجه انا واصحابي انا باكل اقل واحده وانا بس اللي بتخن. انا لما بشم ريحه الاكل بتخن، انا غيري. طيب خليني باختصار اقولك على حاجة. الموضوع ما بدأش من دلوقتي، ده الموضوع بدأ من زمان. ارجع بالذاكرة كده ورا ايام ما تيتا كانت بتأكلك او ماما زمان كانت بتأكلك، تفضل تأكلك اكل كتير اعتقادا منها ان هي كده بتخلي صحتك افضل. كل ما تأكلك اكتر صحتك هتبقى احسن. هي عملت ايه بقى من غير ما تحس؟ زودت زمان وانت صغير عدد الخلايا الدهنية حتى لو انت ما كانش باين عليك. وكبرنا شوية الحمد لله ووصلنا لسن المراهقة. ايه اللي بيحصل بقى؟ لو كملنا في لخبطة الاكل بتاعتنا وكملنا بقى اكلنا اعتمد على الحلويات والدهون والفاست فود، الخلايا الدهنية دي حجمها زاد وبدأ يظهر عليك الوزن الزيادة اللي ما كانش ظاهر عليك وانت طفل، لانك بتتحرك كتير، بتروح تمرين، بتنزل تطلع تلعب في الشارع. طيب انت لما تيجي تنظم اكلك ايه اللي بيحصل؟ انت بتخلي الخلايا الدهنية دي حجمها يقل لكن عددها ثابت. الحجم ممكن نتحكم فيه لكن العدد صعب جدا نقلله. عرفت ليه في ناس عندها قابلية انها تتخن عن غيرها؟